هو بيستند على ان الكرسي ده محدش هيقرب له ومحدش هيجي ناحيته، واللي هيجي قصادنا انا هقف قصاده ورايا الجيش. يعني انت بتستند بالجيش ضد الشعب، بتستقوى بالجيش على الشعب في نفس الوقت اللي حضرتك هزأت الجيش. قائد فريق خط الجمبري يا فندم. وتحديد فتره الرئاسه بالنسبه للرئيس الاركان، انك الاول قلت هخلي مثلا رئيس الاركان 4 سنين، وبعد كده نزلته من 4 سنين لسنتين، وكل شويه عايز تقلب عايز تقلب عايز تقلب، بحيث انك انت تبقى قاعد. وكمان الجيش اللي انت بتستند عليه هو نفسه اللي قلصت عليه فرص الترشح الا بموافقه المجلس العسكري. بيتحامى بالجيش ضد الشعب، يخلي الشعب مع الجيش في قطيعه او في حاله عداء، وهو بيستقوى بالجيش اللي في نفس الوقت هو هزقه. قائد فريق خط الجمبري، تبص تلاقي المجندين بيبيعوا خيار وقوطه او بيمون بنزين في البنزيمه بتاعت الوطنيه.